في حاجة جواك مش شايفها لكن هي اللي بتظبط كل يومك. هي ساعة بس مش عقارب، عبارة عن بروتينات وجينات وأعصاب. ساعة بيولوجية ربنا سبحانه وتعالى خلقها بدقة، وكل العلماء النهاردة بيحاولوا يفهموها. تعالوا نشوف ازاي القرآن سبق العلم، وازاي كل آية في كتاب ربنا فيها نظام بيحميك وانت مش واخد بالك. من الناحية العلمية العلماء بيقسموا الساعة البيولوجية لثلاث مستويات. المستوى الأول اسمه المستوى المركزي، ده موجود في المخ تحديدا في منطقة اسمها ال SCN، بتتحكم في توقيت النوم والاستيقاظ من خلال استشعار الضوء. المستوى التاني ده المستوى الطرفي، إن كل خلية موجودة في جسمك تقريبا فيها ساعة داخلية بتتحكم في توقيت عمل الجينات اللي موجودة فيها والإنزيمات والهضم. والمستوى الثالث هو المستوى الهرموني، الهرمونات بتمشي على حسب توقيت الساعة بالظبط. زي مثلا الميلاتونين ده هرمون بيتفرز بالليل وبيساعد على الاسترخاء والنوم. الكورتيزول نسبته بتزيد في الصبح علشان ينبه الجسم، والأنسولين كفاءته بتقل بالليل علشان كده الأكل متأخر بيؤدي لزيادة الوزن.